في بداية القصة بنشوف أتوبيسين ماشيين على الطريق، وكل أتوبيس مليان طالبات رايحين المدرسة. في بنت اسمها ميتسوكو، شكلها حلو قوي بس مختلفة عن البنات اللي حواليها. كانت مركزة في كراساتها وبتكتب باجتهاد. صاحبتها لاحظت تركيزها وابتدت تتريق عليها: هو انت طول الوقت بتكتبي؟ ايه اللي بتستفيديه من كل الملاحظات دي؟ بصي حواليكي كله بيتبسط، ما تيجي معانا. واحدة منهم خطفت الكراسة من ايدها والقلم وقع على الأرض. ميتسوكو وطت عشان تجيبه، وهنا حصلت حاجة محدش ممكن يتخيلها. فجأة قوة عنيفة خلت الأتوبيسين وكل البنات اللي فيهم يتقسموا نصين بالظبط. المنظر كان مرعب وكأنه كابوس. صرخات ملت المكان والدم في كل حتة. ميتسوكو وقفت بهدوء وهي مصدومة، عينيها مفتوحة على الآخر ومش قادرة تستوعب اللي حصل. والسبب الوحيد إنها لسه عايشة إنها كانت موطية تجيب القلم. من شدة الخوف نطت من الأتوبيس وبدأت تجري من غير ما تبص وراها. ساعتها الحقيقة بانت. القوة دي ما كانتش سلاح، ده كان الهوى نفسه، هوى قاتل مفترس ومش باين بيطاردها من غير رحمة. كانت بتصرخ وتجري بكل قوتها في الشارع. شافت 4 بنات قدامها، صرخت فيهم بصوت عالي: قوطوا بسرعة! بس كان فات الأوان. الهوى ضرب وقطعهم نصين في لحظة. بالصدفة ميتسوكو قدرت تنقذ واحدة منهم، وجريوا سوا لما شافوا بنات تانيين راكبين عجل قريب. حاولوا يحذروهم بس الهوى ما رحمش. البنات اللي على العجل اتقطعوا حتت في ثانية، وبعد لحظات البنت اللي أنقذتها ميتسوكو ماتت هي كمان. ميتسوكو كانت مرعوبة ومش عارفة تعمل إيه. جريت كده وخلاص مش عارفة رايحة فين لحد ما وصلت لنهر. وقفت مصدومة، المية مليانة جثث، الهوى قتلهم كلهم. وقفت حيرانة ومتلخبطة، فقلعت هدومها ولبست هدوم واحدة من الجثث يمكن تحس بأمان أو تسترجع هدوءها. فضلت ماشية لحد ما وصلت لمدرسة مليانة طالبات. وهي بتحاول تفهم اللي بيحصل قربت منها بنت وسألتها: إزيك؟ دي كانت آكي، أقرب صاحبتها ليها. بس ميتسوكو كانت لسه في حالة صدمة، يدوب عرفتها. سألتها بصوت مرتعش: هو أنتي بجد أحسن صاحبة ليا؟ مفيش حاجة بقت مفهومة بالنسبة لها، كانت تايهة وخايفة جدا. باين إن علاقتها بآكي قوية قوي، بيحبوا بعض أكتر من أي حد. فجأة شوية هوا دخلوا من الشباك، جريت زي المجنونة ودخلت مبنى المدرسة عشان تستخبى، وسابت آكي وراها محتارة. آكي لحقتها بسرعة وسألتها بقلق: انت بتترعشي كده ليه؟ خايفة من ايه؟ ايه اللي حصل؟ وأخيرا ميتسوكو اتكلمت وحكت لها على كل اللي حصل، ازاي الهوا ظهر فجأة وقتل كل الطلبة وقطعهم نصين. لما سمعت كده آكي حاولت تطمنها، خدتها عند الشباك، حطت ايديها بره وقالت لها بهدوء: شوفي، ده هوا عادي، مفيش أي حاجة تانية. بعد كده آكي قررت تطنش الحصة، وجابت معاها صاحبتين تانيين تاي وصورة عشان ينفذوا خطة معينة. وهم ال4 بيخرجوا من الفصل ظهرت المس بتاعتهم وحاولت تمنعهم، بس هم طنشوا كلامها وجريوا لحد ما وصلوا لبحيرة في مكان هادي ومنعزل جوه الغابة. عند البحيرة آكي حكت لتاي وصورة عن اللي حصل مع ميتسوكو. صورة كانت بتسمع باهتمام وقالت بتفكير: يمكن اللي شافته ميتسوكو يكون حقيقي، يمكن كانت في عالم تاني، في أكوان بديلة لا نهائية في الدنيا دي. وعشان توضح كلامها صورة مسكت حجر ورميتها في المية وقالت: في العالم ده أنا رميت الحجر ده، بس في عالم تاني يمكن ما كونش رميته خالص. وفجأة تمساح ضخم طلع من البحيرة وبلع تاي بالكامل. البنات صرخوا من الرعب، بس بعد ثواني تاي ظهرت تاني قدامهم سليمة كأن ما حصلش حاجة. صورة بصت لهم بهدوء وقالت: التمساح أكل تاي في عالم تاني، لكن في العالم ده ما حصلش أي حاجة. وقتها لاحظوا سرير قريب منهم، فبدأوا يضحكوا ويلحبوا بالمخدات زي الأطفال. وسط اللعب ميتسوكو لمحت بنتين واقفين بعيد بيبصوا عليهم. واحدة منهم كانت لابسة فستان فرح. قبل ما ميتسوكو تلحق تقول حاجة الاتنين اختفوا فجأة بطريقة غريبة. صورة قالت وهي بتفكر: يمكن القدر مكتوب علينا، بس لو عايزة تغيري قدرك لازم تعملي حاجة مستحيلة، حاجة ما تحصلش في أي عالم تاني. في الآخر البنات رجعوا المدرسة، وبعد شوية بدأت حصة جديدة.
ميتسوكو لاحظت مخدة محطوطة جنب الكرسي بتاعها. بدافع الفضول وطت عشان تشوفها، وفجأة الميس طلعت مدفع رشاش وبدأت تضرب نار على كل البنات في الفصل. ميتسوكو قامت بسرعة وبصت حواليها واتجمدت من الصدمة، كله بما فيهم آكي كانوا ميتين. استوعبت فجأة إن المخدة أنقذت حياتها تاني، لأنها خلتها توطي في اللحظة اللي المدفع اشتغل فيها بالظبط. الميس قربت منها وهي بتضحك بسخرية وقالت: إزاي تتجرأي تغيبي حصتي؟ استعدي تموتي. في اللحظة دي تاي وصورة جسوا عشان يساعدوها تهرب، بس قبل ما يجروا ظهرت ميس تانية وبدأت تضرب نار، قتلتهم هما الاتنين في ساعتها. ميتسوكو ومعاها كام بنت لسه عايشين جريوا بره المبنى وهم بيحاولوا يهربوا بأي طريقة. المدرسات فضلوا يضربوا نار من غير توقف. بطريقة ما ميتسوكو وكام بنت قدروا يوصلوا لبره المدرسة، بس وهي بتجري ميتسوكو اتكعبلت ووقعت. في اللحظة دي هبت هوا قوية جدا ضربت المكان وقطعت كل البنات اللي معاها، وسابت ميتسوكو الوحيدة اللي لسه عايشة. فضلت ميتسوكو تجري لحد ما وصلت لقسم بليس في المدينة. قابلت ظابطة وحكت لها على كل حاجة، بس الظابطة ضحكت وسألتها: انتي لسه لابسة يونيفورم مدرسة ليه؟ ميتسوكو كانت محتارة وسمعت الظابطة بتناديها باسم تاني، هي مش فاهمة ليه بينادوا عليها باسم مختلف. الظابطة لاحظت حيرتها وودتها عند مراية. لما ميتسوكو بصت اتصدمت، شكلها اتغير خالص. الظابطة بعد كده قالت الاحتفال هيبدأ كمان شوية، وحطت ميتسوكو اللي بقت اسمها كوي دلوقتي في عربية بوليس عشان توديها مكان. اتكشف ان كوي كانت هتتجوز، وهم سايقين رايحين القاعة بتاعة الفرح الناس في الشارع كانوا بيهتفوا وبيباركوا لها. ولما وصلت كوي اتفاجئت لما شافت أحسن صاحبة ليها آكي هناك برضو. جريت على آكي وهي مرعوبة: ايه اللي بيحصل؟ ايه ده كله؟ آكي همست بسرعة: اسكتي خالص، احنا دلوقتي تحت سيطرة حد، اعملي بالظبط اللي هقولك عليه وانا هساعدك. ميتسوكو هزت راسها ووافقت. آكي ساعدتها تلبس فستان الفرح، وفي الوقت ده دخلت مجموعة بنات وهم بيتريقوا عليها. لما آكي شافت كده فقدت أعصابها وقتلتهم واحدة ورا التانية. قبل ما يروحوا قاعة المراسم آكي ادت لميتسوكو إزازة مكسورة وحادة. ميتسوكو اتسمرت. مكان العريس كان فيه تابوت، جواه كان شخص لابس قناع خنزير كبير. ميتسوكو صرخت من الرعب وافتكرت الإزازة اللي في إيدها وهجمت وعملت فوضى في القاعة. الناس اتخضت وجريت في كل حتة. ميتسوكو وآكي حاولوا يهربوا، بس ظهرت 2 ستات عشان يسدوا طريقهم. دول كانوا نفس الستات اللي كانوا مدرسات في المدرسة. مع ذلك ميتسوكو وآكي ضربوهم وهربوا. بره قرروا ينفصلوا عشان ما يتمسكوش سوا. ميتسوكو اللي اسمها دلوقتي بقى كوران لمحت نفسها في المراية واتجمدت. شكلها اتغير تاني، المرة دي بقت لابسة هدوم ماراثون. قبل ما تلحق تتفاعل بنت تانية نادتها باسم آمي. في اللحظة دي ميتسوكو استوعبت إنها تحولت لواحدة بتجري ماراثون وإنها لاعبة في السباق. بدأت تجري وهي بتتحرك شافت صحبتها الميتين تاي وسورا اللي ماتوا في المدرسة زمان. حست ميتسوكو براحة لما آكي ظهرت فجأة وجريت ناحيتها. أول ما شافتها حست بالأمان، بس لحظة الراحة دي ما طولتش. راجل لابس قناع خنزير ومعاه المدرستين كانوا بيطاردوهم. سورا صرخت بسرعة: لازم تخرجي من العالم ده بأي شكل. آكي شاورت على السور وقالت: اهربي من هنا. ميتسوكو جريت لحد ما وصلت لمنطقة شبه كهف مهجورة. جوه لقت طلاب كتير لابسين يونيفورم المدرسة زيها. فجأة بنت هجمت عليها وهي بتصرخ: لو فضلتي عايشة احنا كلنا هنموت. قبل ما البنت تأذيها آكي ظهرت وقتلتها وسحبت ميتسوكو جوه الكهف بأمان. أول ما دخلوا آكي طلبت منها تنادي اسمها بصوت عالي. ميتسوكو نفذت ومع الوقت بدأت ترجع لشكلها الحقيقي. بعد كده آكي ورتها كابل مزروع في إيدها وقالت: اسحبي ده، دي طريقتك تهربي من العالم ده. الخوف مسك فيها، اترددت خايفة لو سحبته تقتل أعز صاحبتها. آكي شافت ترددها وأصرت: العالم ده مش حقيقي، في حد أجبرنا نكون هنا وهيفضل يقتل الناس لحد ما تتصرفي. انت البطلة الرئيسية، لو سحبت الكابل أنا هرجع للعالم الحقيقي وانت هتوصلي للمرحلة الأخيرة. ميتسوكو سحبت الكابل بعزم. في نفس اللحظة آكي اتقسمت نصين. فجأة باب اتفتح وعدت ميتسوكو منه ولقت نفسها في عالم غريب كله رجالة. كانوا جوه لعبة رعب ونجاة ثلاثية الأبعاد وعنيفة اسمها تاج. في اللعبة دي ميتسوكو وكوي وإيزومي شخصيات بيتلعب بيهم وصورهم مالية الحيطان. ميتسوكو اتصدمت ورجعت لورا. ولد قرب منها وقال: انت جاية من المستقبل. الصدمة كانت قوية وأغمى عليها. لما فاقت
لقت نفسها في أوضة فيها بنات كتير متخزنين زي المانيكانات في صناديق عرض، وهي ماشية اكتشفت راجل عجوز بيلعب نفس اللعبة اللي كانت هي بطلتها وبيعدي مراحل مختلفة. الراجل شافها وقال: أنا اللي عملت اللعبة دي، انتي دلوقتي في المستقبل، من 150 سنة كنت طالب معاكي، كنت معجب بيكي، لما متي أخدت ال DNA بتاعك وبتاع صاحبتك وعملت استنساخ عشان أستخدمكم في لعبتي 3D. ميتسوكو شافت مجسمات ليها ولصاحبتها بنفس حجمهم الطبيعي واتصدمت. فجأة ظهر ولد صغير، النسخة الأصغر من الراجل العجوز، قلع هدومه ونام على السرير وأشار لها تيجي. الراجل العجوز قال إن المرحلة الأخيرة من اللعبة بتتطلب إنها تنام مع نسخته الأصغر، دي كانت أمنيته المريضة اللي عايش عليها. ميتسوكو قربت من السرير لكن افتكرت كلام سورا: لو عايزة تغيري قدرك اعملي حاجة مستحيلة في عالم تاني. هجمت على الولد الصغير بكل غضب وهي بتصرخ: بطل تلعب بينا زي الألعاب. بعدها خطفت العصاية بتاعت الراجل العجوز وضربتها في بطنها عشان تقتله بيها. الراجل اتصدم، اللي حصل ده مش جزء من لعبته، هي كده غيرت مصيرها. فجأة بنشوف ميتسوكو في بداية المراحل الثلاثة في نفس الوقت، الأتوبيس وقاعة الفرح والماراثون. اختارت تنهي حياتها في كل سيناريو قبل ما الرعب يبدأ، وفي الآخر بتصحى في مكان كله تلج، تاخد نفس عميق وتستوعب إنه كل حاجة خلصت، هي أخيراً رجعت للعالم الحقيقي. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اكتبوا في التعليقات الفيلم اللي تحبوا تشوفوه واحنا هنعمل له ملخص قريباً.